استنى لما اشوف منتخب مصر اصلا بيلعب في تصفيات كاس عالم او افريقيا يعني. اهلا بيكم. اظن شفنا ماتش منتخب مصر امبارح كان عامل ازاي. الاستاد تقريبا كان فيه ما يقرب من 50 مشجع، وتقريبا 50 مشجع دول هم عمال استاد الدفاع الجوي. دي مشكله كبيره جدا. عندنا مشكله اكبر، وهي ان المباريات زي مباراه الجزائر وتنزانيا، مباراه تونس، مباراه كوت ديفوار، كل المباريات دي كانت الملاعب شبه مكتمله ومكتظه بالمشجعين، الا ماتش امبارح. انا عايز اقول لكم ان انا نفسي كنت بدور المباراه كانت بتتلعب في ايه بالظبط، تصفيات كاس عالم ولا افريقيا. كمان في ناس كتيره جدا كانت بتسالني على السوشيال ميديا ايه ده، هو المنتخب كان بيلعب اصلا. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في دي عندنا فيها مشكله كبيره جدا، ان الناس تبص للوجو المنتخب او العلم اللي موجود في لوجو المنتخب، علم مصر. بص الاول للدوله وبعد كده بص للانديه اللي فيها. انما احنا دلوقتي اعلنا دور احد الانديه على اهميه المنتخب واهميه الفرق الشعبيه واهميه المشروع الكبير اللي هو اسمه الدوري، اللي هو من اقدم البطولات في المنطقه العربيه. اعتقد ان احنا محتاجين نبص كويس جدا جدا على المنتج اللي في ايدينا، ومحتاجين ندي اهميه اكبر للمنتخب الوطني، ومحتاجين نعلي من قيمه الوطنيه في البلد. وده مش هيجي غير لما مسؤولينا يبقوا مهتمين بالمنتخب الوطني قبل اي حد، ثم بقيه المنتخبات الاولمبي الشباب. لازم يبقى فيه يعني اصرار على انك انت تعمل مشروع يطلع لك لاعبين تقدر تحمل العلم المصري وتمثله بشكل كبير جدا، زي ما بيعمل كابتن محمد صلاح واكتر من لاعب محترف قدروا ان هم يكملوا وما ما ينكسروش او يستسلموا لموضوع عدم التاقلم على الاحتراف في اوروبا والاحتراف في الدوريات الكبيره. اتمنى ان الناس تحط يعني عقلها كده في مكانه، ويفكروا كويس جدا ان احنا عندنا منتخب هيلعب على كاس عالم، بطوله سهله جدا بمشاركه 48 منتخب تقريبا، وده هيبقى في امريكا، طبعا امريكا وكندا والمكسيك. محتاجين ان احنا نستعد للمشروع ده من دلوقتي قبل ما يفوت الاوان ونخسر فرصه تقريبا هي كانت شبه. الفرصه دي بالنسبه لي انا بقول ان هي شبه مؤكده انك انت تبقى في كاس العالم، فلو خسرتها مش هتوصل لكاس العالم بعد كده، هنقعد 30 سنه تاني ندور على حاجه زي كده. فكروا في المنتخب يا جماعه قبل الفرق، وبعد كده نفكر بقى في فرقنا. دي رساله للمسؤولين. اما المشجعين فمرفوع عنهم الحجر، محدش يقدر يتكلم ولا يقول المشجع اعمل ايه وما تعملش ايه. ولكن الحال اللي احنا وصلنا له ده هو بسبب ان المسؤول بقى يدي اهميه لنادي ويفضل النادي عن منتخب بلده. دي المشكله الكبيره. شكرا جزيلا.